بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده عندنا روتين قوي جدا من اهم تجهيزات شهر رمضان للسحور ان شاء الله. هنعمل مع بعض افكار حلوه جدا هتسهل عليكي، وكمان هقولك على كذا حاجه ان شاء الله باذن الله تقدري اللي انت تعمليهم والموضوع يكون بالنسبه لك سهل وبسيط. يلا بينا نبدأ على طول كده بالفول بتاعنا ونشوف هنعمل النهاردة الفول بطريقة حلوة وجميلة، وكمان يطلع كهرمان وزبدة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك. اول حاجه جبت حوالي كيلو الا ربع من الفول، والفول اللي انا مستخدماه النهارده ده فول بلدي. الحبايه بتكون كبيره، ولما بتتنقع في الميه بتنفش كده وبتبقى جميله وطعمها حلو، والقشره الخارجيه ما بتبقاش تخينه قوي وبتبقى طعمها حلو كده في الاكل. نقعته ليلة كاملة، يعني من بالليل لحد الصبح، ودلوقتي احنا الصبح بعد ما اتنقع. وطبعا كل ما بيشرب المية بتزودي المية. غسلته كويس جدا وصفيته بالشكل دوت. جبت معايا الدماسة او القدرة او الحلة، ايا كان انت هتعملي في ايه. مش مشكلة، حتى لو مش عندك الدماسة ممكن تعملي في الحل. طبعا اي حلة متوفرة مش هتقولك لا. مش لازم يعني حلة تكون ما بتلزقش، لو حلة ألمونيا برضو مش هتقولك لا. هنا حطيت كمية الفول كلها في الدماسة بالشكل دوت كده. طبعا انت لو هتحطيها في الحلة برضو هتحطيها بنفس الطريقة، يعني مش هتقلبي الفول مع العدس. هتحطي الاول الطبقة الاولانية هي الفول. امشي ورايا بس في التكات ديت هتكسبي ان شاء الله. بعد كده جبت معايا الفول المدشوش وخدت حوالي كوباية. لا هي مش حوالي، ده هي كوباية بالفعل، على كيلو الا ربع من العدس، على كيلو الا ربع من الفول، اسفة. غسلتها كويس جدا وصفتها ونزلت بالفول المدشوش فوق الوش بتاع الفول البلدي اللي احنا عملناه. بعد كده جبت كوباية الا ربع من العدس الاصفر، وهبدأ اللي انا دلوقتي اغسلها كويس جدا. طب انتي الكمية ديت قلتي اللي هي كيلو الا ربع، طب انا هعمل نص كيلو. هتحطي نص كوباية من العدس وهتحطي كوباية الا ربع من الفول المدشوش، تمام كده؟ تمام. وطبعا هتحطيهم بالتدريج زي ما انا عملتهم كده. حتى لو في الحلة والحلة واسعة وكبيرة مفيش اي مشاكل، هتحطيهم بنفس التدريج اللي انا عملته. بعد كده هجيب معايا مية مغلية وهسقيه بالمية، واخلي المية تغطي العدس. ركزي بس معايا كده عشان يطلع معاكي الفول لونه حلو وطعمه احلى كمان. في الوقت دوت بقى انا خلاص غطيت كده العدس بالمية. هحط معايا معلقة خل، ومعلقة الخل هنا عشان خاطر الفول ما يسودش مننا. هغطي الحلة او هغطي الدماسة وهسيبه كده لمدة ساعتين. تعالي نشوف هنعمل ايه تاني عقبال ما الفول يخلص معانا. جبت العجان عشان النهاردة هنعمل مع بعض عيش كده للسحور. هنا بعد حوالي نص ساعة كده، طبعا في وقت بين اللي انا حطيت الفول ووقت اللي انا جبت العجان فيه، شرب كده كمية حلوة من المية. هنحط معانا في العجان 4 كوبايات من الدقيق. طبعا كلنا السحور بتاعنا بيكون ثابت، يعني ايه ثابت؟ يعني بيبقى عبارة عن ايه؟ حاجات ما تعطش، حاجات ما تخليناش اللي احنا نجوع، زي الفول، البيض، الخيار، الزبادي، حاجات من كده. لكن ما ينفعش نتسحر حاجة تانية. لو انت حابة تتسحري حاجة تانية ده بتاعتك انت حرة فيها، ملناش احنا دعوة. بس بيبقى في حاجات اساسيه ما ينفعش اللي انت تغيريها. ممكن تستبدلي الفول بحته جبنه معاها بيضايه، ممكن تستبدلي البيض والفول بسندوتش جبنه معاه خيارايه، كوبايه زبادي. في ناس اصلا ما بتتسحرش، بس لازم يبقى في سحور عشان ده سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. المهم حطيت ايه بقى؟ انا حطيت 4 كوبايات من الدقيق، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وحطيت كمان معلقة الا ربع من الملح. تمام كده؟ تمام. وحضرت معايا كوبايتين من المية. هو العيش دوت اخد معايا كوباية ونص. المفروض يعني نص كيلو دي ياخد كوباية ونص من المية، لكن هو اخد معايا كوبايتين الا ربع، علشان خاطر كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. لما عملته قبل كده اخد معايا كوباية ونص، بس كنت عاملة نوع دقيق غير دوت. فانت حطي الاول كوباية وانزلي بعد كده بنص الكوباية تدريجيا. حطيتي نص الكوباية ولقيتي لسه محتاج، يبقى انزلي بربع كوباية برضو تدريجيا.
طبعا لو مش متوفر عجان اعمليه على ايديكي، هيطلع جميل وزي العسل، والموضوع بسيط جدا ومش بياخد وقت كتير. العيش دوت احنا هنفرده بالردة، يعني هيكون فيه طعم الردة كده وهيكون جميل وزي العسل. العيش السياحي اللي هو بيتباع بالدقيق الابيض بس بيبقى عليه ردة بسيط. هنا بدأت ان انا ازود المية تدريجيا وواحدة واحدة كده معايا لحد ما يلم معايا. انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى ملمسها بتلزق في الايد، بس مش لدرجة اللي انتي متعرفيش تسيبي ايديكي منها. هوريكي دلوقتي. لو انت هتضعفي الكمية وتعملي كيلو من الدقيق هياخد معاكي 3 كوبايات من المية. وطبعا المية زي ما انت شفتي كده مية دافية، كنت غلياها وسايباها تبرد. بس ما بردتش قوي، يعني دافية لما تلمسيها كده زي دمعة العين، عشان تسرع معايا عملية الخمر شوية. هنا سرعت السرعة شوية علشان خاطر تلم معايا العجينة بسرعة وننجز وقت. صليتي على الرسول؟ طب يلا بسرعة صلي على الرسول. عملنا مع بعض الجبنة القريش وعملنا الزبادي وعملنا كمان الزبادي بالفراولة. يعني تقدري اللي انتي تحطي اي وصفة من التلاتة دول مع اكلات السحور اللي احنا بنعملها النهاردة. الجبنة القريش عملناها في البيت، طبعا سهلة وبسيطة وما فيهاش افتكاسة ولا اي حاجة. كل الحكاية اللي انتي هتجيبي كمية اللبن اللي تناسبك وتحوليها لجبنة قريش. وطبعا مش هيطلع لك جبنة قريش بس، لا ده هيطلع لك جبنة قريش وهيطلع لك قشطة اللي هتحوليها لزبدة تبقى متوفرة عندك تعملي منها الحلويات الشرقية. وكمان هيطلع لك شرش كده او لبن كده، اللي هو الروب بتاع الجبنة، تقدري تعملي منه القرص او العيش الفلاحي على حسب ما انت عايزة. يعني ال3 كيلو لبن اللي انت هتحوليهم لجبنة هيطلع لك كده حوالي ممكن نقول كيلو من الجبنة او كيلو وربع من الجبنة. بس هيطلع معاه اضافات تانية تقدري اللي انت تستفيدي منها، حاجات تانية كتير زي ما وصفتها لك دلوقتي. تقدري تتفرجي على الفيديو وتعمليه. لو انت لسه هتعمليه النهاردة يبقى ان شاء الله بإذن الله تقدري تاكلي منه على السحور الجبنة دي. هنا كمان بعد ما خلصت بقى عجن والعجينه بقت معايا طريه ولينه في ايديا وبتلزق سيكه تمام كده تمام، حطيتها في العجان وهبدا ان انا اغطيها بالاسترتش دوت وهسيبها كده على على جنب لحد ما تخمر معايا. وهنشوفها بعد ما تخمر يبقى شكلها عامل ازاي. تعالي نبص بقى على الفول بعد ما سيبناه حوالي ساعه. هو المفروض تسيبيه ساعتين، بس انا بصراحه هو شرب الميه فقلت كفايه عليه ساعه. هنعمل ايه؟ هنعمل تكايه حلوه جدا. ناس كتير بتعترض معايا فيها اللي هي معلقة الصلصة، لكن معلقة الصلصة ممكن تحوليها لحباية من الطماطم المبشورة. تمام كده تمام، يعني لو انتي مش حباها براحتك، بس هي بتدي طعم حلو جدا. وكمان مش بتحسيه اللي هو فول مطبوخ زي ما ناس كتير بتقولي ده بيبقى طعمه مطبوخ. لا انتي ما جربتيش طعمه عشان تحكمي عليه، جربيه وادعيلي. هنا حطيت نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكركم، مش هيغيروا الطعم لكن هيدوا لون حلو جدا. طبعا البابريكا كلنا عارفينها اللي ده الفلفل الأحمر الرومي، فبيدي لون حلو جدا. والكركم طبعا بيساعد كده على اللون برضو، وكمان فوائده كبيرة جدا. هنا حطيت حوالي نص معلقة او معلقة الا ربع، لان المعلقة اللي انا مستخدماها دي معلقة صغيرة من صلصة الطماطم المعلبة. ونزلت كده بشوية مية سخنة وهبدأ اللي انا اقلبهم مع بعض عشان يدوبوا. في المرحلة دي انا ما بقلبش خالص الفول، اوعي تقلبي الفول احسن العدس هينزل في الارضية وهيلزق منك. كل الحكاية اللي انا قلبته هنا، قلبت التوابل اللي انا حطيتها البابريكا والكركم عشان ما يكلكعوش مع بعض. بس كده هاخد الفول بتاعي دوت كده وارفعه على نار عالية. بص كده النار حابه اللي انا اوريها لك عشان تخلي بالك منها. النار في المرحله دي عاليه كده، انا هنا وطيتها لكن عليتها تاني عشان تاخدي بالك منها. عاليه. هسيبها اول نص ساعه وخلي بالك منه احسن يفور معاكي على البوتاجاز. وبعد كده هوطيه وهجيبه كده احطه على العين الصغيره اللي بنعمل عليها القهوه. هنا العجينة خلاص كانت يعتبر ممكن نقول بدأت تخمر شوية، لكن لسه قدامها شوية كتار. في الوقت دوت بعد نص ساعة من تسوية الفول، وطبعا كل ما بيعوز مية بتزوديه مية سخنة، ما ينفعش مية من الحنفية. ولونه حلو وجميل وطعمه كده حكاية هوريهولك في النهاية.
هنقله بقى دلوقتي على العين التانية اللي هي الصغيرة خالص، اصغر عين عندك على البوتاجاز، وتوطي عليه النار اكنك بتعملي رز بالظبط زي الشمعة. وهتسيبيه. قعد قد ايه؟ قعد معايا حوالي 4 ساعات على نار هادية. في الوقت دوت كان العيش خلاص خمر معايا. تعالي بقى نشكله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طبعا تقدري تحطي على الرخامة، بس انا فكرت كده وقلت خليني استعمل طبق علشان خاطر الرخامة افرد عليها براحتي. جيبي طبق او صينية حطي فيه شوية من الدقيق، وطبق صغير كده جنبك فيه دقيق. هتلمسي الدقيق بايديكي وتبدأي اللي انتي تقطعي العيش دوت كده بايديكي، زي ما قلتلك بيلزق، فلازم ايديكي تكون فيها دقيق. وطبعا الزبادي لو عملتيه في البيت هيوفر معاكي كتير. يعني كيلو اللبن لو بتجيبيه مثلا ب22 جنيه هيعمل معاكي 10 علب من الزبادي. طب الزبادي بيتعمل ازاي؟ قلتلكم على الطريقة 1000 مرة. ويمكن الطريقة بتاعتي بتجيب فيو جدا عالي على اليوتيوب، فالموضوع ناس كتير جربته ونجحت معاها. فلو انت عايزة الطريقة هسيبها لك في اول كومنت مثبت، او بيقولي لي عليها عشان انا بنسى. هنا بقى هبدأ اللي انا اقرص العيش بالشكل دوت كده. طبعا انت تعملي الحجم اللي يناسبك. انا هنا عملت حجم كده كبير شوية عشان الرغيف يبقى كبير، وكمان ما اقعدش اتعب كتير، فاهمه قصدي؟ لان كل ما بتصغري العيش كل ما بتفردي كمية اكبر. موكا كانت بتعدهم بس كده يعني. كانت واقفة معايا وعايزة تعمل معايا. غطيته بكيس بلاستيك لمدة ساعة، ساعة ايه، لمدة 10 دقايق. انا سبته نص ساعة لان كان ورايا شغل كتير بره، فانا سبته الكمية الكبيرة دي. بس المفروض ما تسيبوش كتير قوي كده، تسيبيه 10 دقايق بس وتبدأي تشكلي فيه. بس ما اثرش معايا ولا اي حاجة. جبت بقى معايا حوالي كوبايتين كده من الردة، هستخدم منهم حوالي نص كوباية، مش كتير يعني. والردة اصلا مش غالية، فلما نفرد عليها هتديكي طعم حلو، وكمان النتيجة هتكون كويسة. فردت كده شوية رد على الرخامة، وبدأت اللي انا افرد كده بقى العيش. بس ايه، الردة من تحت ومن فوق الوش شوية من الدقيق، عشان بس العجينة ما تمسكش في النشابة. هحاول على قد ما اقدر اللي انا افرده شكل الدايرة، يبقى شكل رغيف العيش. طبعا العيش دوت كبير حجمه، بسم الله ما شاء الله، يعني حجمه كده مش صغير. وكمان من جوه سميك شوية، زي اللي هم ايه زمان امهاتنا كانت بتخبزه في البيت، فبتحسي اللي هو مليان لحم كده من جوه وانت بتاكلي. عارفة العيش دوت ملوش علاقة خالص بالعيش الشامي. العيش الشامي بيكون رقيق جدا وهوا، مهما تاكلي منه مش بتشبعي. لكن دوت كده حلو وجميل، وممكن يعني نص رغيف يقضيكي في السحور يعني، لان هو حجمه كويس وكمان سمكه من جوه كويس. هفرد الكمية كلها بنفس الطريقة، من تحت ردة ومن فوق دقيق. هستناكي بقى تجربيه وان شاء الله باذن الله يظبط معاكي والنتيجة تكون جميلة. طبعا كل الكمية اللي انا عملتها بسم الله ما شاء الله نفخت، مفيش واحد ما نفخش. يعني تقدري اللي انت برضو تحوليه لسندوتشات. هنا حاولت اللي انا احط ردة من فوق، لكن للاسف ما مسكتش. يعني لو انت حاولتي مش هتمسك معاكي. بالنسبة بقى لو انت حبيتي اللي انت تحطي مثلا حبة البركة زي اللي بيتباع، مش هينفخ معاكي. حبة البركة هتخرمه وتخليه كده في فتحات، فالفتحات دي مش هتخليه العيش ينفخ معاكي. هنا دوت رابع واحد برضو هعمله. وطبعا عملنا مع بعض كذا نوع من انواع العيش السهلة البسيطة اللي بتتعمل بسرعة جدا على النار من فوق وفي الفرن. دوت هعمله على النار من فوق، لكن ممكن تعملي في الفرن من تحت برضو بيكون بسيط قوي. حطيت طاسة على النار ونزلت كده باول رغيف بالشكل دوت كده. وهبدأ دلوقتي اللي هو اول ما يشمع معايا هقلبه على الناحية التانية. طبعا بتنزلي الاول على المكان اللي فيه الردة، بعد كده قلبته تاني بعد ما شمع رجعته زي ما هو. وهيبدأ بقى ينفخ معايا بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. عايزة اقولك النار عالية، بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفة كده العيش نفخ معايا، كل الكمية اتعملت بنفس الشكل دوت. هشيله بقى من على النار وتعالي نعمل واحد تاني مع بعض. بس طبعا بين كل رغيف والتاني بتمسحي كده الردة بالمنديل عشان بتتحرق
وكمان بتخلي شكل الرغيف اللي بعديه مش لطيف قوي. يلا بقى صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واعملي الحاجات ديت في البيت هتوفر عليكي كتير جدا. ممكن تعملي كيلو من العيش وتشيليه في الفريزر، وكمية الفول برضو تعمليها وتشيليها في الفريزر في التلاجة على حسب ما انت عايزة. بصي العيش وجماله جميل قوي. تعالي نعمل مع بعض واحد تاني ونشوف شكله عامل ازاي برضو. بتحطيه الاول كده ثواني بسيطة جدا من هنا وتقلبيه على الناحية التانية، وبعد كده يشمع وتروحي مرجعاه تاني زي الاول اهو بالشكل دوت كده. يا ترى دوت هينفخ معانا ولا مش هينفخ؟ هنشوف دلوقتي. بص كده بسم الله ما شاء الله. بصراحة بيني وبينك الكمية كلها اللي انا عملتها مفيش واحد طلع ما نفخش. الموضوع حلو قوي وبسيط، وكمان لما بتشوفي النتيجة قدامك بتبقي فرحانة بالحاجة اللي انت بتعمليها. بس كده خلاص خلصت كمية العيش. تعالي بقى معايا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. خلصنا العيش وخلصنا الفول، تعالي نعمل بقى الدقة اللي بتكون على العربية. الدقة والطحينة اللي ناس كتير مش بتعرف تعملها، لكن هو الموضوع سهل قوي في الخلاط او في الكبة. هتجيبي كده عودين من كل نوع من الخضرة زي الشبت والكزبرة والبقدونس. تقدري تستبعدي حاجة لو مش بتحبيها او مش متوفرة عندك منهم، بس ما ينفعش تشيليهم هما التلاتة. ربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الليمون، ونص كوباية من المية. قرن فلفل رومي حراق دوت اختياري، وواحد رومي. وتقدري كمان تحطي قرن فلفل حراق اللي هو الأحمر أو الرومي الأحمر، تاخدي منه نصه، بيكون طعمه حلو جدا برضو. على فكرة قرن الفلفل اللي أنا حطيته دوت رغم اللي هو ممكن يكون حراق، لكن النتيجة ما بتبقى صعبة قوي لدرجة اللي انتي مش بتقدري تاكلي الفول، لا بيبقى حلو. التوابل اللي احنا هنستخدمها هي عبارة عن ملح وكمون وكزبرة. وهنا حطيت ربع كوباية من الزيت، وطبعا معايا حوالي 4 فصوص من الثوم المطحونين، يعني معلقة كبيرة. او لو عندك توم عادي فريش ممكن تحطيه وهو يتفرم في الخلاط او في الكبة. ضربت كله مع بعضه بالشكل دوت، بس ضربة جامدة شوية علشان خاطر كله يتفرم ويديني صوص كده. لو صفيته بالمصفى ينزل معايا بكل سهولة. مش عايزة يبقى الولاد وهم بياكلوا حاجة تضايقهم. لو انتي مش عايزاه كده وعايزاه يبقى متقطع مكعبات ما تضربهوش قوي. ازازة زيت بقى او ازازة خل، ازازة مية، ازازة اي حاجة عندك، بطرمان صغير، تقدري اللي انتي تحطي الكلام دوت. بس انا فضلت تبقى ازازة زيت زي اللي هو الراجل بيحطها على العربية عشان نتقمص الشخصية شوية. طبعا انا اسفة جدا على صوتي لاني تقريبا كده انا دخلت على دور برد، فربنا يستر عليا. دعولي بقى ربنا يشفيني كده، امين يا رب العالمين. لان امبارح كان الضغط واطي عليا جدا والموضوع كان صعب شوية، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. هنا بقى عشان خاطر الكمية اللي انا عاملاها تقيلة شوية، فزودت كده حوالي 4 معالق او 5 من الزيت، وقلبت كله مع بعض. النتيجة كده بقت معايا تمام وزي الفل. طبعا لونها اخضر قوي عشان لسه مضروبة دلوقتي، لكن لما تهدى اللون الاخضر ده هيروح شوية، وتقدري تحطي لون احمر معاه فهتكسري الاخضر شوية. تعالي نعمل بقى الطحينة اللي بتتباع على العربيات مع الفول يعني. حطيت كده حوالي ربع كوباية من الطحينة، وحطيت عليها كوباية الا ربع من المية، وهحط شوية من الملح بس كده، مش هحط اي حاجة تانية. وتقدري تضربيهم على ايديكي او تضربيهم في الكبة او في الخلاط زي ما هبة عملت كده. طبعا الطحينة دي هتكون خفيفة شوية ودوت المطلوب، والملح هيظبطها ويخلي طعمها حلو. طبعا الحاجات اللي احنا عملناها دي انتي مش هتضيفي ملح خالص على الفول غير لما تدوقيه وتشوفي الاول الملح اخباره ايه. طبعا معلقه الملح اللي انا حطيتها في الاول مع التوابل اللي انا حطيتها مع الدقه، حطيت معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الكزبره، وحطيت معلقه الا ربع من الملح. وهنا في الطحينه حطيت حوالي نص معلقه من الملح لان كميه الطحينه مش كتير. وطبعا تقدري تحتفظي بيها في التلاجة، هتقعد معاكي لمدة 10 ايام. هنا الفول بعد ما خلص معايا بسم الله ما شاء الله زي العسل، حاجة كده بسم الله ما شاء الله كهرمان. تقدري تحتفظي بيه في علب في التلاجة،
ولو مش بتتسحروا كل يوم فول، تقدري تشيليه في اكياس في الفريزر وتطلعي منه عند الاستعمال على طول. يعني بعد الفطار بشوية كده، بعد ما تشطبي المطبخ وتغسلي المواعين وتظبطي حالك، هتطلعي كيس الفول او العلبة من الفريزر وتحطيها على الرخامة، وبعد كده تسيبيه يفك مع نفسه. على السحور هتلاقيه تمام وزي الفل. انا بقى عن نفسي طول شهر رمضان ما بشيلش الفول في الفريزر. بتعملي ايه؟ بشيله في التلاجة. بجيب علبة بلاستيك من بتاعة المطبخ، العلب التلاجة يعني، وبروح حاطة كمية الفول اللي مناسباني في العلبة على قد العلبة ما تاخد، واروح سحبة منها كل يوم بالمعلقة. بس كده، لاني مش بعمل كتير وبعمل نص كيلو، بيقعد معايا كده حوالي 5 6 ايام، كل ما بيخلص بروح عاملة تاني. واحيانا كتير مش بنتسحر فول، بنستبدله بحاجة تانية، يعني عشان خاطر الولاد ما يزهقوش، يوم كده ويوم كده، يوم بيض مسلوق، بيض مقلي، شاي بلبن مع قرصاية، وهكذا. هنعمل الحاجات دي مع بعضينا طول الشهر ان شاء الله. هنا طبق الفول حطيت عليه بقى الدقة والطحينة وقلبته مع بعض، وبعد كده بقى ايه، مش محتاج ملح ولا اي حاجة، الملح مظبوط. وحطيت على وشه شوية طحينة بالشكل ده. وهنا العيش، يا جمال العيش وحلاوته، بسم الله ما شاء الله، زي الفل، جميل وطعمه حلو جدا. تقدري ما تزوديش كمية الدقيق اللي احنا فردنا عليها بالنشابة، عشان خاطر بس ما ايه، ما يعلمش كده فيه ويبقى شكله مش حلو. الفول بقى وحلاوته. النهاردة العشاء بتاعنا فول، ها واخدين بالكم انتوا؟ بس كده، هسيبك تجربي بقى الحاجات اللي احنا عملناها ديت، مع الاضافة للجبنة القريش وكمان الزبادي. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات. لو وصلتي معايا لحد هنا يبقى كتر الف خيرك. بحبكم في الله، والسلام عليكم.